ملخص الاسبوع 17 في الدوري المصري. الزمالك بطل الاسبوع، الزمالك بطل الصوره، سيراميكا بيحافظ على الصداره. في وسط العتمه وكل حاجه مش في مكانها، الزمالك بينط للمركز الثاني، بيأكد انه يقدر ينافس على الدوري. ولكن اولا الناس لازم تسيب النادي في حاله، سواء نقاد او اعلاميين ولا حتى ما يطلق عليهم ولاد النادي. ثانيا الاداره بقالها مده بعيد عن كل حاجه، ولا حد عارف عنها حاجه، فيا ريت ما تظهرش، لانها دايما بتظهر في وقت زي ده، وقت لما تكون الصوره حلوه. لسه مفيش بطوله، لسه مفيش حاجه حصلت. ثالثا كابتن معتمد جمال يقفل على فرقته ويكمل بنفس النسق اللي هيتطور مع المباريات. سيراميكا، الزمالك وبيراميدز والاهلي باقي لهم تقريبا 6 مباريات، ما عدا سيراميكا دي 5 مباريات، وبعدها ندخل مرحله المجموعات. 4 فرق الكبار دول في بينهم مواجهات مباشره، ولكن الاهلي لعب مع سيراميكا ولعب مع بيراميدز ولعب مع الزمالك. لكن في مواجهات مباشره لسه بين ال3 فرق، الزمالك هيلاعب بيراميدز وبيراميدز هيلاعب سيراميكا. الاقوى هجوميا لحد دلوقتي هو نادي الزمالك ونادي سيراميكا، الفرقتين كل واحد فيهم عنده 25 هدف وجاي فيه 11 هدف. بعديهم يجي النادي الاهلي 24 هدف وعليه 15 هدف، وبيراميدز 23 هدف وعليه 11 هدف. الملاحظ ان اكتر نادي استقبل اهداف هو النادي الاهلي. اكتر فريق اتعادل مباريات هو النادي الاهلي، واقل فريق خسر هو النادي الاهلي. الاهلي تعادل 6 مباريات وخسر مباراه. الزمالك وبيراميدز تعادلاتهم 4 مباريات وخسارتهم كل واحد فيهم مباريتين. سيراميكا اتعادل مباريتين وخسر 3 مباريات. الدوري في الملعب، والمنافسه هتبقى قويه جدا بين ال4 فرق دول، واللي هيكسب الدوري مش المواجهات المباشره بين الاربعه، لا بالعكس، اللي هيكسب الدوري هو اللي هيقدر يفوز على الفرق اللي باقيه، او بمعنى اصح مش هيفرط في نقط مع المباريات اللي باقيه من الفرق التانية.